انت عارف ليه 80% من الناس اللي بيحاولوا يخسوا بيفشلوا؟ السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقول لك معلومه في السريع. النهارده ان شاء الله موضوعنا التخسيس. 80% من الناس اللي بيحاولوا يخسوا بيفشلوا، وده لانهم بيعملوا نفس الغلط اللي كلنا بنعمله. بتبدا دايت وبتتحمس اول اسبوع، بعدها الميزان بيقف وتسال هو انا ليه بعذب نفسي. في الفيديو ده هقولك الخطه اللي تخليك تخس 10 كيلو في شهر بامان، وكمان هكشف لك ادويه التخسيس الصح منها والخطر اللي ممكن يبوظ صحتك. خليك معايا للاخر، لان السر اللي في الاخر هو اللي بيغير اللعبه كلها. تعالوا نعرف مع بعض ايه هي انواع السمنه. اول حاجه هي السمنه البطنيه او السمنه المركزيه، ودي دهون بتتجمع حوالين البطن وبتخلي الكرش بارز، وكمان بتضغط على الاعضاء الداخليه. وحلها انك بتبدا بتقليل السكريات والدهون المشبعه. تاني نوع هي السمنه الطرفيه، ودي موجوده في الارداف والفخذين. تالت حاجه هي السمنه الهرمونيه، وزنك بيزيد برغم ان اكلك قليل، ممكن يكون بسبب الغده او الهرمونات. رابع حاجه هي السمنه الدوائيه، ودي بسبب بعض الادويه زي الكورتيزون ومضادات الاكتئاب. خامس حاجه هي السمنه الوراثيه، لو في العيله اغلب الناس وزنهم زايد فالجينات ليها دور، لكن اسلوب حياتك هو اللي بيحدد اذا كانت هتظهر ولا لا. الوزن الزياده مش بس بيجي من الاكل، ده فيه 3 اسباب اساسيين. اكل اكتر من احتياجاتك حتى لو الاكل ده صحي، قله الحركه واللي بتخلي جسمك يحرق اقل، والعادات القاتلة زي النوم المتأخر والعصائر المسكرة والأكل قبل النوم. وأكبر غلطة ممكن تعملها إنك تركز على الدايت بس وتسيب باقي العوامل اللي ممكن توقفها عندك الحرق. أول خطوة هنبتدي بيها هي الأكل الذكي. عايزك تنسى فكرة الدايت القاسي اللي ممكن يحرمك من كل حاجة، وتبدأ بتغييرات بسيطة. هنقلل النشويات للنص زي العيش والرز والمكرونة. هنحط خضار في كل وجبة هيشبعك ويحافظ على الحرق. هنشرب 2 لتر مية في اليوم، والمية هنا مش عصير ولا مشروبات غازية. نفسك في حاجة مسكرة خد قطعة بس مش الطبق كله. السر هنا انك تلتزم على المدى الطويل مش اسبوع وتزهق. تاني حركة هي الحركة اليومية، مش لازم تروح جيم، بس على الاقل امشي 30 دقيقة في اليوم. استخدم السلم بدل الاسانسير، و10 دقايق تمرين في البيت زي السكوات والضغط. انت كده بتحرك جسمك وبتخلي الحرق شغال طول اليوم. تالت خطوة هنعملها ان احنا هنزود معدل الحرق. في حاجات طبيعية ممكن تساعدك، اولهم الشاي الاخضر والقهوة بدون سكر، وكمان المكملات زي الكارانتين والاوميجا 3. لكن افتكر دايما ان دول بيساعدوا مش بيعملوا المعجزة لوحدهم. بعد ما اتكلمنا عن الخطوات، تعالوا نتكلم عن ادوية التخسيس في الصيدلية. ادوية التخسيس 3 انواع. اول نوع هنتكلم عنه هي الادوية اللي بتقلل امتصاص الدهون، ودي اشهرهم مادة الروليستات، ودي بتقلل امتصاص الدهون في الجسم وبتخليه يخرج من غير ما يمتص. هي من اكتر المواد الفعالة المستخدمة، بس ممكن تسبب لك اسهال او مغص. وكمان بتقلل الامتصاص بعض الفيتامينات زي فيتامين كي وفيتامين دي وفيتامين اي وفيتامين اي. تاني نوع هنتكلم عنه هي الأدوية اللي بتقلل الشهية زي مادة اللوراجلوتايد اللي هي موجودة في الساكسندا واخواتها. بتدي إحساس بالشبع فبتقلل الأكل، فعالة جدا لكنها غالية، وبتستخدم تحت إشراف طبي لأنها فيها موانع للاستخدام. تالت نوع هنتكلم عنه هي مكملات الحرق زي الشاي الأخضر والقهوة بدون سكر، وكمان الكارانتين والأوميجا 3 بلس. تعالوا بقى نتكلم عن الأخطاء اللي بتوقف الحرق و90% منكم بيعملها. الأكل قبل النوم والنوم أقل من 6 ساعات، والعصائر والفواكه اللي بتحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، والدايت القاسي اللي بيوقف الحرق. الخلاصة إن التخسيس رحلة مش سباق. ابدأ بالتغييرات الصغيرة وامشي على الخطة دي شهر وهتشوف فرق مش طبيعي. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، ومتنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ولو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليك. سلام.